بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ قاعده بقلب على النت كده، عرفت ان بكره عيد الحب ومحدش سأل فيا بفرع شجره ولا حتى بودني دبدوب. قلت لا بقى، انا لازم اقوم اعمل حاجه وافرح نفسي، فعملت الاختراع التحفه ده، حاجه كده شبه التريليتش التركيه بس بجيلي الفراوله بدل صوص الكراميل، وطلعت اختراع بصراحه. حاجه كده شكلها تحفه وطعمها منعش جدا بيجيب السعاده. تعال اقول لكم عملت القمر ده ازاي. اول حاجه كده هنجيب بوله تكون بتدخل الميكروويف، وهفضي فيها كوبايه لبن. الكوبايه دي اللي هاخد بيها كل المعيار، وهحط عليهم معلقتين كبار من الزبده. المقادير هسيبها لك في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام. هدخل بقى اللبن مع الزبده على الميكروويف واخليهم يسخنوا مع بعض. في بوله تانية هنزل ب4 بيضات ويكونوا بدرجه حراره المطبخ، وعليهم معلقه صغيره من الفانيليا، وهحط عليهم كوبايه سكر، نفس الكوبايه اللي خدنا بيها اللبن. وهضرب بقى اللبن مع السكر والفانيليا لحد ما يعمل معايا فوم ويعلى كده في البوله. شايفه؟ يبقى قوامها كريمي كده شبه الكريم شانتيه. هجيب بقى الدقيق وهحط عليه رشة ملح صغيرة وورقة بيكنج باودر. هحط الورقة كلها أو معلقتين كبار لو عندك البيكنج باودر سايب. هقلب بقى الدقيق مع الملح والبيكنج باودر، وبنزل بالدقيق على مرتين، ما بحطهوش كله مرة واحدة. بحط نص الدقيق وأقلب بمضرب سلك كده على خفيف لحد ما أدخله مع البيض والسكر بشويش كده. ما تستخدميش المضرب هنا عشان الكيكة ما تتكتمش منك. وبعد كده هجيب اللبن والزبدة من الميكروويف وانزل بنصهم على الدقيق. يعني بنحط نص الدقيق مع نص اللبن والزبدة، وبعدين نحط النص التاني مع نص التاني من اللبن والزبدة. وفي الحالتين بقلب بمضرب سلك أو بسباتولا، ما تستخدميش المضرب الكهرباء. هقلب بقى لحد العجينة ما تظبط معايا وتاخد قوام وشكل عجينة الكيك، بيبقى شكلها كده. هصبها بقى في صينية الفرن، والصينية دي مقاس 30 في 20 تقريبا. خبطيها كده على الرخامة لحد ما تخرج الهواء منها، وهدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الشبكة اللي في النص، وبولع المروحة. بعد 40 دقيقة خرجت شكلها كده. شايفة مستوية من فوق ومن تحت ازاي، ومرتفعة جدا طبعا. بعود من بتاع الشوي كده وهخرمها. خرميها بقى على قد ما تقدري عشان هنسقيها باللبن. هسقيها بكوباية لبن بارد متحلي، يعني حطي فيه معلقة سكر خفيفة كده وشربي الكيك. وبعد كده هغطيها بورقة فويل واسيبها لما تبرد خالص. هنحضر بقى الجيلي ده. جيلي فراولة عادي جدا، بحضره بالطريقة اللي مكتوبة على الكرتونة. حطيت غلافين من الجيلي وعليهم كوبايتين مية سخنة، وقلبتهم كويس جدا لحد الجيلي ما داب. بنزل بعد كده بكوباية مية ساقعة. شايفة؟ اتأكدي ان الجيلي كله داب من تحت. هركنه بقى لما يبرد. هجهز الكريم شانتيه. انا عملت الكريم شانتيه عادي جدا، بحط بس عليه نقطتين من اللون الاحمر عشان الكريمه يبقى لونها بينك كده شويه. الكريمه دي يا بنات اسمها المتحده، ماركتها المتحده، حلوه جدا زي ما انت شايفه كده. بصي شكلها عامل ازاي. هنجهز بقى الفراوله. هنخرطها، هوريكي ازاي بخرطها عشان تطلع بشكل القلب كده. هتشيل الفرع الاخضر بتاعها ده، والجزء الابيض ده انا بنزل فيه كده زي المثلث. حدديه كده شبه المثلث عشان لما تخرطيها تطلع معاكي بشكل القلب. حدديه بالسكينة عشان يطلع الشكل معاكي واضح. بعد كده بقطعها طرنشات عادي جدا. شايفة شكلها كأنها قلب مرسومة، سبحان الله. قطعت شوية فراولة عشان أحطهم على وش الكريمة، بيدوا شكل حلو قوي. هجيب بقى الكيكة بتاعتي، هشيل الطبقة اللي فوق دي. أنا بشيلها عشان أوسع مكان للكريمة، لأن الكيكة ارتفعت في القالب جدا، مبقاش في مكان أحط كريمة ولا جيلي ولا فراولة. فهحاول أقص منها حتة كده وأسويها بالسكينة عشان أكمل بقية الطبقات اللي أنا هعملها. شايفة؟ أنا قصيت بالسكينة كده، وسعت حتة في قالب الكيك عشان أعرف أحط الكريمة. هنزل بقى بالكريمة، لونها تحفة، وهوزعها بالسباتولا كده على وش الكيك، وعلى قد ما تقدري خليها متساوية. بس كده هرص بقى عليها قطع الفراولة اللي احنا مخرطينها
بالشكل اللي بتحبيه وبالترتيب اللي انت عايزاه. أنا عملتها بالشكل ده. دلوقتي هنزل عليها بالجيلي. الجيلي لازم يكون بارد خالص، ما يكونش فيه أي حرارة، عشان لو سخن هيبهدل الكريمة اللي تحت وهتبصي تلاقيها كلها فتفتت وطلعت على الوش. حطي بقى على قد القالب ما يشيل منك جيلي. بعد كده هدخلها التلاجة، ولازم تقعد ساعتين 3 في التلاجة لحد الجيلي ما يجمد. لحد كده هي خلصت معانا، بس أنا حبيت أديها شكل تريليتش شوية، فحطيت خطوط من الكريمة كده وبدأت أسحبهم بالعود بتاع الشوي. هقطع بقى دلوقتي أوريكي الكيكة بتاعتنا شكلها عامل ازاي من جوه. قطعيها بالطريقة اللي بتعجبك. أنا قطعتها كده مكعبات، وهاخد أول خرطة طبعا عشان أطلعها، بوظت اللي قبلها. شايفة شكلها جميلة ازاي؟ الكيكة مرتفعة وهشة وحلوة جدا معايا. دي طبعا حوادث التصوير، أنا ما حبيتش أشيلها عشان أوريكي ايه اللي بهدل شكلها في الآخر. شايفة شكل الكيكة والمسام بتاعتها قد ايه مظبوطة، مصرة تقع مني. شكلها طبعا اتبهدل، بس المهم ان طعمها تحفة. جربيها هتعجبك جدا. الكيكة مظبوطة جدا. لو عملت الكيكة بالطريقة دي لوحدها بتبقى طرية جدا يا بنات وحلوة قوي، ممكن تاكليها مع الشاي، مش محتاجة أي حاجة سواء سقيتيها باللبن أو لأ. مش باين طبعا، هي شربت كل اللبن وطريت جدا، مش باين عليها إن هي معجنة أو حاجة. هي مصرة تقع مني. اختراع يا بنات، شكلها حلو جدا وطعمها أحلى بكتير. جربيها ومش هتندمي. لو عجبتك الكيكة الحلوة دي جربيها واكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسنيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.